مساء الخير، رح نعمل اليوم أطيب رولات مسخن بطريقة سهلة وبتطلع ولا أطيب. مكوناتها أنا متأكدة إنها متوفرة بكل بيت. يلا مباشرة نشوف طريقة العمل. بالبداية رح نبدأ بسلق الدجاج. طنجر على النار، نزلت شوية من زيت النباتي، وبعد هيك رح أضيف الدجاج. أنا اخترت إنه أعمل دجاجة كاملة، ممكن كمان تعملوها بس صدور الدجاج حسب الرغبة وحسب شو متوفر عندكم. أضفت قطع الدجاج، وبعد هيك رح أضيف عليها حبة بصلة مقطعة لأرباع. حركت البصلة مع الدجاج، بعد هيك أضفت البهارات الصحيحة، وأضفت هال مطحون، ما كان متوفر عندي هال حب فاستبدلته بالهال المطحون، وأكيد ورق الغار. حركتهم شوي لحتى تغير عندي لون الدجاج. بعد هيك أضفت كمية من المي غمرت الدجاج، وبعد هيك رح أضيف الملح أكيد كميته حسب الرغبة. بخليها على النار على نار عالية لحتى تغلى عندي وتطلع عندي الزفرة. بشيل الزفرة اللي بتطلع على الوجه. بعد ما شلت كل كمية الزفرة أو الريم اللي طلعت على الوجه، غطيت عليها خليتها تقريبا تستوي لمدة ساعة إلا ربع. هيك بعد ما استوى عندي الدجاج بالكامل فرغته بصحن خليته يبرد تماما لحتى أفسخه أو أسحبه من العظم. بعد هيك رح نجهز للحشوة المسخن. بطنجرة على النار أضفت كمية منيحة من زيت الزيتون، وأكيد المسخن ما بصير نستخدم إلا زيت الزيتون، هو يلي بيعطيها النكهة المميزة. أضفت تقريبا عليها 4 حبات من البصل مفرومين بهذا الشكل، وممكن كمان تقطعوا البصل على شكل جوانح، بس أنا مع المسخن الرول بفضل هاي الفرمة، أسهل بالأكل وبيطلع شكلها أحلى. أضفت عليهم شوي من الملح. الملح بيساعد إنه البصل يتدبل أسرع. حركت الزيت مع البصل، استنيت البصل لحتى صار عندي لونه شفاف. أكيد كل الشغل بيكون على نار هادية لحتى البصل ما ينشعط عندي ويعطيني لون مش مرغوب. أنا البصل بس بدي إياه يتدبل، ما بدي إياه ياخد لون أبدا. بعد هيك رح أضيف عليه الدجاج المسحب. أضفت كل كمية الدجاج المسحب. بعد هيك رح أضيف رشة من الكمون. الكمون علشان النفخة وبيعطي طعمة كمان كتير طيبة. راح أضيف كمان رشة من الهال المطحون اختياري، ممكن تستبدلوه ببهارات الدجاج. حركتهم سوا كتير منيح. آخر شي راح أضيف السماق وكميته حسب الرغبة. أضفت أنا تقريبا 2.5 معلقة كبار من السماق. حركتهم، وآخر إشي بطفي النار وأضفت شوية من زيت الزيتون. بحب نكهة زيت الزيتون الني تكون بالحشوة. طفيت عليهم، هيك الحشوة صارت عندي جاهزة. خليتها تبرد شوي. بعد هيك رح أبلش إنه أحشي فيهم داخل الرول. استخدمت أكيد خبز الشراك، قطعته مثلثات بهذا الشكل، وراح أحط داخل كل مثلث كمية من الحشوة. بلفها على شكل رول. كملت كل الكمية بنفس الطريقة. صفيتهم بصينية بتدخل على فرن. أكيد الصينية من تحت مدهونة بشوية من الزيت الزيتون، وعلى الوجه كمان حطيت زيت زيتون. دهنتهم بالفرشاية لحتى زيت الزيتون توزع على كل الرولات. وراح أحط رشة من السماق بهذا الشكل على وجه الرولات. وبعد هيك دخلتهم على فرن محمى مسبقا لحتى يتحمروا من أعلى وياخدوا لون. هيك صار عندي الرولات المسخن جاهزين. صفيتهم بصحن تقديم، قدمت معهم لبن زبادي. شكلهم والطعم كان ولا أروع. جربوها، أنا متأكدة إنكم رح تحبوها على طريقتي، سهلة وبسيطة ومكوناتها مش مكلفة أبدا. أكلة طيبة ومشبعة. بالعافية علينا وعليكم. أكيد بشوفكم بوصفات جديدة، وباي باي.